واصل رئيس مجلس النواب كريم غلاب مباحثاته بالدنمارك مع عدد من المسؤولين الدنماركيين تم إطلاعهم على الأوراش الكبرى والإصلاحات السياسية التي أطلقها المغرب. برنامج هذا اليوم الثاني من هذه الزيارة في مراسلة لمبعوثي الأولى عبد الهادي الجحفي ومحمد نصيري. بين المغرب والدنمارك علاقة اقتصادية وتجارية تعرف سنة بعد أخرى تطورا هاما بالنظر إلى الوضع المتقدم الذي يحظى به المغرب داخل الفضاء الأوروبي. جاء ذلك في اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب مع رئيس اتحاد الصناعة الدنماركية. أعتقد أنه لقاء هام مع الوفد البرلماني المغربي لبحث الفرص الاستثمارية الممكنة في المغرب على عدد من المستويات، ومنها البنيات التحتية والتجارة والمجالات الاجتماعية. موازاة مع اللقاءات السياسية اللي كانت عندنا على مستوى البرلمان والحكومة، كانت عندنا لقاءات في مستوى التبادل في مجال الأعمال، في مجال التجارة، في مجال الاستثمار. إشارة إلى مجموعة ميرسك اللي متواجدة في المغرب، استثمرت ما يناهز مليار دولار، تشغل يد عاملة تصل إلى 1000. وكانت عندنا كذلك اتصالات مع المجموعة ديال المقاولات والصناعات من الدنمارك المتواجدة في المغرب. لأن المغرب هو البلد الأكثر استقرارا والأكثر قربا والبلد ذا الوضع المتقدم لدى الاتحاد الأوروبي، لكل ذلك فهو الأكثر استقطابا للاستثمارات الدنماركية. وزول هذا اليوم قام رئيس مجلس النواب بزيارة المركز التفاعلي لأقسام المدارس الابتدائية، حيث حضر جانبا من جلسات النقاش والحوار التي ينظمها المركز لفائدة الأطفال لتلقينهم مبادئ الديمقراطية وطريقة اشتغال المؤسسة التشريعية وتركيبتها. زيارة رئيس مجلس النواب للدنمارك تميزت باللقاء الذي جمعه مع رؤساء جمعيات المغاربة المقيمين في الدنمارك، مناسبة أكد خلالها أعضاء الجالية المغربية تشبثهم بهويتهم الثقافية والدينية واستعدادهم للمشاركة في الجهود التنموية التي يعرفها المغرب، كما عبروا عن سعادتهم بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي نهجها المغرب. إصلاحات جعلت المجتمع الدنماركي ينظر إلى المغرب كدولة رائدة في مجال الحريات العامة وترسيخ القيم الديمقراطية في المنطقة العربية.